مساء الخير، يسعد مساك ويعطيكم العافية. اليوم بجهز بحالي معزومة على حنة فلسطينية و... و... أول مرة من يوم ما أجيت كندا، صار لي 14 سنة في كندا تقريبا. صرت ولا لسه بدي أصير؟ لسه. لا صرت. أوكي. أول مرة بحضر، ما حضرت أعراس أبدا. أول مرة أحضر حنة. لا، حنة أول مرة أحضر حنة. ما حضرت أعراس عربية أبدا. حضرت عرس أجنبي واحد، كانوا جيراني وعزموني، وأبدا ما حضرت أعراس عربية. وهي أول حنة أصلا عربية فلسطينية، أول حنة بحضرها. اليوم معزومة على حنة، فبجهز بحالي. مش عارف شو أعمل بشعري، بحسه همدان كتير هون. نفسي أعمل ويفي هيك أمواج، بس مش عارفة كيف أعمله. بس بدي أكمل أجهز حالي. الحنة عاملينها تراثية، يعني الكل بيكون لابس ثواب فلسطينية، فعندي ثوب بدي ألبسه. إيه، بس وجه. شو رأيكم؟ خليه هيك مرفوع، لأنه نايم هيك يعني ملزق براسي، فمش حلو. أرفعه هيك، مش عارفة. بدأت رحلتي مع الميك اب. كي غرفتي ضوها ما بعرف أصفر هيك غامق، مش ما فيش إضاءة منيحة في غرفتي. بس طبعا متابعيني القدامى بيعرفوا انه انا ماليش في فن الميك اب، ما بعرفش اعمل ميك اب، فرح اعمل مجهودي يعني. بس حطيت الفاونديشن، صفالي البشرة. وهسه احاول ارسم عاد الرسومات. يا عيني على الميك اب، والله عملت ميك اب. شو رايكم؟ ها، ما حدا يقول لي الايلاينر اشكال هندسية، حاولت اللي اقدر عليه. ها كيف؟ لسه بورجيكم التوب على المراية. لازم نطلع هذا السلسال هيك. اوكي. بس شعري محتارة فيه، لسه بورجيكم وقولوا لي شو رايكم. معلش عتمة، زي ما قلت لكم انا بحط الكاميرا بصور حالي هيك عشان الضوء يكون علي، فهون عتمة شوي، بس حابة اورجيكم. المهم، هذا التوب تبعي. شو رايكم يا عم العريس؟ رشل، احنا رايحين على حنة عروس. بس مش لاقي، بدي حدا يشد لي الإقشاط. خلص وانا هناك بخلي حدا يشد لي الإقشاط، مش عارفة اربطه اوكي. وهيك صار في إنارة، بس بدي اعمل شعري حركتين وقولوا لي شو رايكم. مش عارف، محتار صراحة. وانا احطكم. استنوا برجع. اوكي. ال... الامكانية الاولى هيك. اوكي. الامكانية الاولى. اوكي. اوكي. هيك. كمان بتقولي اخليه على النص، وانا صراحة ما بحب النص، بيطول وجهي، وانا وجهي اصلا طويل، والنص بيطول وجهي بزيادة، فمش حابة النص هيك. بتقولي كاميليا، يعني هاي الحركة ممكن قال يعني نعمل هيك حركة لورا هيك وينزل على النص هيك. اوكي. وانا اللي بحبه انا السورجي، انا بحب هيك، بحسه بيصغر وجهي، لانه عندي وجهي مطاول، وبحسه وجهي هيك ببين، ما بعرف. بس ما عشان عرس وحفلة وهيك. كمان من بتقولي لا مش حلو، فانتوا قولوا لي. طبعا رح تقولوا لي متأخر، فبكون رحت العرس ورجعت وروحت، وتاني يوم نزلت لكم الفيديو. بس انا بحب شعري مربوط،
بحسه بصغر وجهي، لأنه زي ما قلت لكم وجهي شوي مطاول ومربع، يعني عندي التربيعة هيك هيك، فبحس الربطة بتصغر وجهي شوي، صح؟ هدول بس ما يربطوا. وشو كمان؟ بحس شعري مربوط بصغر وجهي وبنور وجهي، فمش عارفة، محتارة صراحة. حاولت انزل خصلتين، قال يعني خلص ده اخليه هيك مرفوع، بس بدي اظبط هون، عمل لي كلاكيع واخلي قال يعني خصلتين، بس المشكلة خصلتين تبعوني ما بيجوا هيك، بيجوا مربع. بالكم النسوين رح يخطبوني لأولادهم يفكروني بنت عشرينية. بس بدي أظبط شعري، محتاجة أمشطه من هون وأنزل الخصلتين منيح. والله إذا أنا أعجبت بنفسي زمان ما تحط ما حطيت ميك اب ولا رحت هيك مناسبة وعملت شعري هيك، دايما مهركلة ومهملة حالي، أنا معجبة بحالي. طيب خلوني أظبط الشعرات بس عشان لازم أطلع. معلش طلع ممنوع التصوير، ما قدرتش أصور بالمرة، حتى كنت حابة أصور الأكل، كان في كيترينج بيجنن، الأكل كان كتير والأكل كان زاكي كتير كتير، كان في لحم مشوي، خضرة مشوية، رز، مخللات، سلطات سلطات، كنافة كتير زاكية، ولما روحوا المعازيم ضل في أكل وكنافة تكفي 50 شخص من قد ما كان الأكل كتير. هاي الطاولة أخذت التصوير من حدا يعني كان مصورها، هاي طاولة تراثية، الأكل التراثي الفلسطيني اللي هو البيجل أو الخبز السمسم مع الزعتر زيت زيتون وهاي الشغلات الفلسطينية. العرس بس بنات فممنوع التصوير. لسه رجعت من الحفلة، كان في شعري كهرب. تعبت كتير والله، تعبنا، ما صورت لأنه مانعين التصوير زي ما قلت لكم، حنة بنات، يعني الحفلة كان فيها بس بنات ومحجبات، فممنوع التصوير فما صورت، بس حفلة كانت كتير حلوة، وجابوا الحنة، عجنوا الحنة قدامنا، ويعني حفل حنة فلسطيني تراثي، كان كتير كتير حلو، كتير حلو بجنن. و... بس خليني انهي الفيديو هون. شكرا على المتابعة، نسيت شو كنت راح انهي الفيديو هون كمان مرة وبقول شكرا على المتابعة، سلام. نسيت شو بدي اقول، سلام.